ازيكم يا اولاد؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبة. اخبار العيد معاكم كان ايه يا اولاد؟ يلا نبدا بيكم واحد واحد كده، وكل واحد يقول لي عمل ايه في العيد. يلا يا حموكش، قول لنا عملت ايه يوم العيد. انا يوم العيد نزلت صليت العيد مع بابا، وبعدين رحت عند اخوالي اخدت العيديه بتاعتي، وبعدين رحت لتيتا اخدت العيديه كمان بتاعتي. وانت يا برشام عملت ايه في العيد؟ لا ده انا ما اقولكيش، ده انا خربتها يوم العيد. ايوه يعني عملت ايه؟ صحيت قبل صلاة العيد وكلت كحك العيد اللي كان جايبه بابا، وبعدين لبست الجلابية البيضة، وبعدين رحت اصلي العيد مع بابا، ولما رجعت كنت مقضيها طول اليوم نوم. قول لي انت يا حسون عملت ايه؟ انا اخدت العيدية وفرتكتها كلها، جبت حلويات بقى والعاب بقى، وما اقولكيش يا ابله حاجات كلها جامده قوي. ها وانت يا زلطه؟ انا قمت يا ابله من النوم، رحت صليت العيد مع بابا، وبعدين رجعت لماما عيدت عليها وبوست على دماغها، وابويا كمان بوست على ايديه وقلت له كل سنه وانت طيب، واخدت منه العيديه. طيب يا اولاد، بما ان احنا دردشنا شويه وفرفشنا شويه، تعالوا بقى ندخل في الحصه على طول ونسال الاسئله المفيده علشان اصحابنا يستفادوا منها. السؤال ليك انت يا برشامه، ما هو اسم اكبر مسجد في العالم؟ اكبر مسجد في العالم يا ابله هو المسجد الحرام، ويوجد في المملكه العربيه السعوديه. برافو عليك يا برشامه. السؤال ليك انت يا حموكشه، ما هو اسم اعلى برج في العالم؟ اعلى برج في العالم يا ابله هو برج خليفه، ويوجد في دوله الامارات العربيه المتحده، ويبلغ ارتفاع البرج 828 متر. برافو عليك يا حموكشه. السؤال ليك انت يا حسونه، ما هو اسم اكبر صحراء في العالم؟ اكبر صحراء في العالم هي صحراء الربع الخالي، توجد في قاره اسيا، وتبلغ مساحتها 650 ألف كيلومتر مربع. تقدر تقول لي يا زلطه ما هو اسم اكبر نهر في العالم؟ اكبر نهر في العالم هو نهر الامازون، ويقع في امريكا الجنوبيه، ويبلغ طوله 6400 كيلومتر. قول لي يا برشامه ما هو اسم اكبر حيوان في العالم؟ أكبر حيوان في العالم هو الحوت الأزرق، ويبلغ طوله 30 متر ويزن 150 طن. قول لي يا حموكشه ما هو اصغر كوكب في المجموعه الشمسيه؟ اصغر كوكب هو كوكب عطارد. برافو عليك يا حموكشه. السؤال اللي بعده لك انت يا حسونه، كم نسبه المياه التي تغطي الكره الارضيه؟ تحتوي نسبة المياه التي تغطي الكرة الأرضية النصيب الأكبر يا أبلة، وهي 71% من مساحة الكرة الأرضية. السؤال لك انت يا زلطه، ما هي الدوله التي استخدمت النقود الورقيه لاول مره؟ الدولة التي استخدمت النقود الورقية لأول مرة يا أبلة هي دولة الصين. سؤال ليك يا حموكشة، تم منح الولايات المتحدة تمثال الحرية من أي دولة؟ تم منح تمثال الحرية للولايات المتحدة يا أبلة من قبل دولة فرنسا. شاطر شاطر يا حموكشة. ما هي أصغر دولة عربية من حيث المساحة يا برشامة؟ أصغر دولة عربية من حيث المساحة هي دولة البحرين. شاطر شاطر برافو عليك يا برشامة. تقدر تقول لي يا حسونة أين افتتح أول متحف في العالم؟ افتتح أول متحف في العالم يا أبلة في القاهرة سنة 1901 ميلاديا. تقدر تقول لي يا زلطة ما هو اسم أعلى قمة جبل في أفريقيا؟ أعلى جبل في أفريقيا هو جبل كليمانجارو. شاطرين يا ولاد، برافو عليكم ما شاء الله، انتوا النهاردة عجبتوني خالص، وأتمنى لكم طبعا التوفيق والنجاح. والسؤال اللي جاي ده للمتابعين، في أي مدينة يوجد قبر سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ اللي يعرف يكتب لنا في الكومنتات، وما تنسوش تقولوا لنا في الكومنتات عن الحلقات اللي احنا بنقدمها عن المعلومات العامة دي بتعجبكم، أيوة ولا لأ؟ وما تنسوش كمان يا أصحابي تصلوا على النبي في الكومنتات، أنا بكون مبسوط جدا لما بشوف كل الكومنتات بتصلوا على النبي. أشوفكم في فيديو جديد.